تخيل وانت واقف في غرفة العناية المركزة فجأة لقيت جهاز التنفس الصناعي بيدي ألارم، وبتبص في الجهاز لقيت مكتوب هاي بريشر ألارم ولو بريشر ألارم. ازاي تتعامل معاهم يا صديقي؟ تعال اقول لك. لو جهاز التنفس الصناعي مدي هاي بريشر ألارم يبقى الجهاز مش قادر يوصل الهواء داخل الرئة. في الغالب بيكون في مقاومة داخل الرئة، ويكون سببها ايه؟ ممكن يكون سببها ان في افرازات كتير متجمعة داخل الممر الهوائي او المجرى التنفسي. ممكن يكون البيشنت نفسه بيعض على التيوب او بيكح. ممكن تكون الانبوبة اتحركت من مكانها او مسدودة، فلازم اتاكد ان الخرطوم بتاع وصلات الجهاز التنفس الصناعي ماهوش كنكد، ماهوش متني، او مش مسدود باي شيء. وممكن يكون في ضيق في الشعب الهوائيه برونكوسبازم، او المريض مش متوافق مع الجهاز يعمل باكنج او بيقاوم الجهاز. اما يا صديقي بقى لو له بريشر الارم، معناها ان الجهاز بيضخ هواء بس مش لاقي مقاومه قدامه، كأن الهواء بيخرج ومفيش رئة قدامه. وده بيكون بسبب احد الاسباب التالية: يا اما وصلات الجهاز التنفس الصناعي اتفصلت من البيشنت، يا اما في ليكج، في ليك تسريب في الوصلات، يا اما المريض وقف نفسه عن التنفس فجأة. ازاي اتصرف لو لقيت هاي بريشر الارم او لو بريشر الارم؟ اول حاجة اتأكد ان الوصلات متوصلة صح وفي مكانها. اتأكد من الاندوتراكيال تيوب في مكانها. الانبوبة لازم تكون خالية من اي سكريشنز موجودة فيها. اعمل تشيك للفيتال ساينس، فحص العلامات الحيوية، ولو في اي اعراض غير طبيعية ببلغ الطبيب المناوب او المختص فورا. ده سؤال من اشهر الاسئلة اللي بتتسأل في الانترفيو: causes of alarm ventilator، اسباب الانذارات الجهاز التنفس الصناعي، هاي بريشر الارم ولو بريشر الارم. السلام عليكم، دمتم بخير. ما تنسوش تدعوا لي وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.